عزيز النجار. الناس كلها عارفه عزة النجار، انما انا بتكلم بالاسم القانوني المسجل بالدفاتر الحكوميه. اهلا وسهلا بيك. كل سنه وانت طيبه، النهارده 1 شعبان. حضرتك طيب وفرحان بأولادك. الله يكرمك. عايز الأمة اقول لحضرتك، المصرية كلها بخير إن شاء الله. يا امين يا رب العالمين يا رب، ويرفع عن النكبات اللي احنا كلنا آمين يا بنشوف رب باخواتنا العالمين. في كل حته، اليمن وغزه وغيره يعني. الحمد لله. ان شاء الله تعالى. ان شاء الله. سمعنا كده خبر ان عزة النجار بعد اختفائها. قول لنا بس اختفيتي ليه الاول؟ لا والله أنا كنت تعبانة بس شوية كده الحمد لله رب العالمين يعني انت أحسن. تعرفي ان على الوسيط الاجتماعي في مجتمعنا هنا في اسكندريه ناس كتيره قوي طالبه منك خدمات. يعني لما بنفتح جروبك على الواتس يعني لو ورينا رسائل او خدنا منهم حاجات، انا طالب كذا، انا عايز كذا، انا في، لدرجه ان حتى مثلا ان بيحطوكي مثلا ايه كمساعد للداخليه، مثلا ان بيتنصب عليهم مثلا او بيحصل له حاجه، بيقول لك لو سمحتي ممكن تجيبي لي حقي عند الناس اللي اخدوا مني. بجيب لهم حقها. واختفيتي ليه؟ طيب لا اختفيتي ليه؟ والله كان سبب بس تعب شوية كده بس أنا يعني مشغلة جروب وفي ناس معانا كويسة جدا برضه متابعة الأحداث ومتابعة الخدمات وأي حد بيطلب حاجة ما بيتأخرش عنه. ده وانت تعبانه؟ اه طبعا. والدكتور ما كانش مش لازم بينصحك ان أكون كده غلط يعني؟ مش لازم أكون على الجروب يعني تمام. ممكن أختفي شوية بس معانا الفريق بتاعنا كله شغال يعني الحمد لله رب العالمين مفيش خدتي أي. منصب جديد يا دكتوره، الاتحاد الوطن العربي الدولي، مظبوط كده الكلمه، المنصب كده صح؟ تمام. عضوان عضوه فيه. عضو في الاتحاد. طبعا احنا عارفين ان المناصب دي في الغالب بتكون ايه اللي هو التقليدات الشرفيه نتيجه مثلا لاعمالك الوطنيه الجامه، امكانياتك العاليه في وسط الناس. دي ما بتكونش يعني مرتب او وظيفه، انما بتكون حاجه مؤهله ان انت ترتقي لمساعدتك للناس. يعني انت كنت مواطنه مصريه او زي ما بيقولوا ناشطه اجتماعيه، بتتداخل ما بين الناس بشكل جيد وقوي ومسموعه ولها صيت زائع بين المسؤولين. تقدري تتدخلي تجيبي حق ده، تساعدي ده، ده عايز عمليه، حتى المساعدات مثلا او غيره. فهو اخدتي منصب يساعدك بصوره رسميه، بدل ما كنا يعني بالبلدي كده حبي، الوضع اصبح رسمي. فمبروك. طب امتى تلقيتي هذا المنصب؟ تلقيته جالي تليفون فجر يوم 29 واحد. الفجر؟ اه والله. اتصلوا بيك الفجريه؟ ساعة الدعوات بقى والاستجابات يعني. حضرتك انت مرشحة معانا ان انت تكوني عضوة في الاتحاد العربي لا حقيقي مبروك والله. الاتحاد الوطني الوطن العربي العربي الدولي. الدولي. طب الف مبروك. تمام. والحمد لله ليا كل الصلاحيات يعني وهو مقر في الولايات المتحدة الأمريكية في لوس أنجلوس وإدارة النشاطات الاجتماعية. تمام. هو هدفه نبيل وهدفه كويس جدا برضه هيساعدني كتير في الخدمات اللي أنا بقدمها. يعني هو الاتحاد ده بعد كده يعني دايما اه بنسمع الناشطين يتحدثوا عن حقوق الانسان، ويعني بنسمع بقى وجع دماغ في حاجات. افتكر ان احنا في مصر يعني، انا قاعد اهو بتكلم مع حضرتك ويعني ما فيش مشاكل. احنا ما شاء الله اه. دولة جميلة جدا احنا اه. ماشيين بحريات كويسة جدا يعني الحمد لله احنا احسن بلد. تمام. الحمد لله رب العالمين الحمد يعني لله رب احنا العالمين. كتير قوي. انما اقتصاد بقى اقتصاد دولة احنا العالم كله بيمر ازمه اقتصاديه طاحنه طبعا على مستوى طبعا الدنيا كلها طبعا يعني. الحمد لله احنا احسنهم. تمام. احنا احسنهم اه. بفضل ربنا. ونعم بالله. بفضل ربنا. طب احنا احسنهم. والنداءات المزعجه عن حقوق الانسان لا وغيره؟ هقول لحضرتك حاجة في الناس المثقفة جدا اللي فاهمة يعني ايه دولة ويعني ايه وطن ويعني ايه انتماء ويعني ايه احنا لينا حدود بنتحارب عليها. الناس المثقفة اللي زي دي فاهمة. انما في ناس بقى اللي هي غلابة مش فاهمين حاجة غير اه. قوتهم ويومهم ودول برضه ليهم لو قلت تقصير له حقوق الانسان واحترام. هو مش عارف يعني ايه. لا ما يعرفوش الكلمه ما دي تعني يعرفوش ايه يعني؟ هو يوميته كلها اكل وشرب وتربيه اولاد وخلاص هو ما طلعش بره النطاق ده. احنا الحمد لله متعلمين وفاهمين وواعيين. يعني انت يعني احنا شايفه مش حياتنا كلها في الاسواق. ايوه. واحنا ايوه. اسواقنا الحمد لله رب العالمين مليانه. اه. مليانه بالخيرات. ممكن بس بيقول لك الاسعار غاليه، الرز بقى والسكر بقى والزيت بقى. كل ده هيتعدل ان شاء الله. ان شاء الله تعالى. باذن الله كل ده هيتعدل وهيبقى افضل وهيبقى احسن وهنعيش ورغم كده عيشه. تجد الاسواق ممتلئه. يعني احنا واحد طب شعبان اهو ماشي طب النهارده هي الناس. يا استاذ اسلام هي الاسعار دي جت على اساس ايه؟
ما احنا مرينا بثلاث تجارب اسوأ من بعض. اه احنا مرينا اول حاجه بكورونا، ازمه كورونا دي جابتنا ومن قبلها ثورتي يناير ويونيو يعني. عرض جوي يعني. ازمه آه. كورونا دي تاني حاجه، على طول ما لحقناش فوقنا من كورونا جالنا ازمه اوكرانيا وروسيا. تمام. تمام. تالت حاجه القضيه الفلسطينيه، انت شايف اخواننا الفلسطينيين شكلهم ايه؟ حضرتك عارفه ان اكبر فإحنا حجم نص من التبرعات نص اللي داخل الدعم. لغزه طبعا. نص ايه يا فندم؟ ده احنا اكتر من 80% من اللي داخل تمام. غزه يعني احنا من أكتر اكلنا ومن ناس- قوتنا يعني. احنا اكتر ناس دعموا القضيه الفلسطينيه. وعندنا في مصر اكتر من 10 مليون لاجئ. احنا الحمد لله بنفطر وبنتغدى وبنتعشى. اي نعم انا معاكم والله، عشان محدش يقول لي انت اه بتطبلي ولا بتعملي اللي ما بتغني ولا- حصلش. ايوه. لا احنا فعلا اكتر ناس متاثرين، والشعب متاثر جامد جدا. بس انا عارفه ان الشعب ده شعب حمول، اتحمل ازمات كتير جدا من زمان. 7800 سنه. اتحمل. احنا لو بنتحمل تاني بنتحمل كل ده ليه؟ عشان حاجه واحده بس، امن وامان. احنا في امن وامان. تمام. انا يكفي ان انا قاعده مع حضرتك دلوقتي والساعه كام وبصور، لا في سلاح على دماغي أيوة. ولا في ماشيه أيوة. بامان في الشارع. يعني الحمد بناتنا بخير واولادنا بخير، واولادنا بيجوا الفجر وبيجوا الصبح، يعني بص جيش عظيم وشرطه بتحمي. لا. ويعني ما شفناش حد بيضايق حد إحنا ولا حد نقف. في شرور وفي اخطار وفي حراميه وفي بلطجيه وفي أي كل دولة حاجه. في الدنيا- انما ايوه اي دوله في الدنيا. امريكا فيها كده اللي أي بتنادي دولة بحقوق في الانسان. طبعا. جماعات المافيا. احنا ما عندناش مافيا، هم عندهم في مافيا بقى. البلطجه في كل الدول العالم. تمام. مش معانا احنا بس يعني، بس هم احنا هقول لحضرتك في نقطه غايبه عن الكل. اتفضلي. احنا الدوله الوحيده اللي بنجيب السلبيات وبننشرها للعالم. تمام. العالم كله بيجيب الايجابيات وبينشرها ليه. دايما يا فندم هقول لحضرتك حاجه تتفق معايا فيها او تختلف فيها. دايما القليل هو اللي بيتقال اكتر. فاحنا ايجابياتنا كتير انما سلبياتنا قليله. فنسمع فلان ضرب مش عارف جاره. يا نهار ابيض، ده مصر بقى فيها حد الجيران بيضربوا بعضها، مع ان هي حاله واحده. يعني الشارع مثلا يبقى فيه 100 اسره، جار ضرب جاره، ادي 2 من 100 يتكلموا عن حاله الضرب ويسيبوا ال 98 اللي فاضلين. انا كده بتكلم صح؟ بس مش عاجبك الكلام. لا والله. عزة هانم، احنا سعداء باللقاء ده، ولولا وقتنا قليل كنا احنا خدنا وقت اطول من كده في المناقشه. بس توعدينا بقى بحلقه قادمه المره الجايه باذن الله تعالى. بإذن الله. مبروك المنصب بس الجديد. انا عايزه اتفضلي. الشعب يعني لا، على كلمة راسي. بس لاهالينا اتفضلي. وناسنا في الشعب بالذات. والله احنا كلنا واحد، وكلنا بنمر بظروف صعبه جدا، وانا واحده برضو فاتحه بيت وعارفه عندي الاسعار برضو متدمره. بس احنا بنقول الحمد لله احنا احسن من غيرنا. احنا بنلاقي الاكل وبنلاقي الشرب، في غيرنا مش لاقي اصلا في الاسواق اي حاجه. ايوه. احنا بننام بين 4 حيطان. بصوا يا جماعه لاخواتنا في فلسطين، بيصعب عليا، جالي بوست كده والله العظيم قطع قلبي، ان الاطفال الصغيرين نايمين في الميه في الشتاء في المخيمات. نحمد ربنا، احنا شعب ومحدش يزعل مني يا جماعه، لا، احنا على شعب مش بيحمد ربنا على النعم اللي احنا فيها. احنا عندنا نعم لا تحصى، عندنا نعم لا تحصى بامانه ربنا. زي ما بيقولوا احنا عندنا يا فندم على راي الله يرحمه عندنا الممثل خيرات. المحترم عزيز داوود، وكان من اخواتنا الاقباط يعني، والاعلام المصري والتمثيل المصري شاهد علامات منه. بيقول احمد حلمي في الفيلم بيقول له احنا عندنا كونسبت اسمه الحمد لله. وافتكر انا لو ختمت بالكلمه دي. لا لسه يا فندم والله. لسه حضرتك اهو حمده وانا حامد والمشاهدين برضو سامعيننا وفاهمين اللي احنا بنقوله. لا يا فندم احنا شعب عظيم جدا، وان شاء الله هيقف اكتر من كده وهيستحمل اكتر من هي كده أزمة هتعدي ان شاء الله هتعدي والله، وهي زي أحسن ازمات من أي كتير احنا مصرنا بيها على التاريخ يعني. والرئيس السيسي عايزنا نبقى احسن من اي حد، عايزنا نبقى احسن دوله. يعني نقف ورا جيشنا ورا رئيسنا طبعا ان شاء الله تعالى. طبعا. شكرا دكتور عزه.
يلا يا فندم اتفضل يا فندم.